امبارح الزمالك عمل خطوة أكتر من ممتازة. الزمالك أنهى تماما بالضبة والمفتاح أزمة مستحقات جيمي باتشيكو وخالد أبو طيب، وسدد مستحقاته من متأخرة، وتلقى خطابا من الفيفا إنه رفع إيقاف القيد. وده بنسميه كده بالبلدي، عندنا بالمثل البلدي اقطع عرقه ساح دمه. هتفضل بقى تتوصل مع ده التسوية، وده تتقسط له، وده تعمل له، وده تخلي له، وتسوي يا عم يلا مرة واحدة خلص الليله وروح يعني. فالزمالك خلص كل المشاكل دي. البعض غاضب، والبعض يقول لك الزمالك جاب فلوس منين. ما هي برضو المشكله انه لما الاهلي كان بيدفع يقول لك الاهلي وبيجيب الفلوس منين، والقصه والحدوته وازاي، ويقولوا لنا واشمعنى والاهلي ودفع الفلوس دي كلها. الزمالك كمان اصدر بيان انه المتاخرات والمشاكل اللي كانت عليه حوالي 7 مليون دولار سددها كلها من اولها لاخرها. فبدات الناس مستغربه، الله 7 مليون دولار في 50 جنيه 350 مليون جنيه، ومنين بتقول ما فيش فلوس؟ لما هو احنا لو كل واحد فينا لو كانوا سابوا الاهلي في حاله لما كان بيشتري لعيبه او بيعمل او بيخلي او بيسوي، ما كانش هيبقى فيه المشكله دي. لما الزمالك يدفع، فالاهلاويه طبعا دلوقتي والفلوس وبتاع زي ما الزمالكاويه كانوا بيقول لك والفلوس والحدوته والقصه. هو الزمالك انتوا بتنسوا اللي انا بقوله. الزمالك عمل حاجه لطيفه جدا، وهي انه بدأ بالفعل في الاستثمار في الفرع الجديد، الا وهو انه يبقى موجود فرع الزمالك في اكتوبر. وقلت لك الفرع ده هيجيب فلوس كتيره جدا لنادي الزمالك. فعملوا مول، جابوا رجال اعمال محترمين جدا جدا، اتفقوا على المول ده، اتفقوا على مبلغ كبير جدا، هيسددوا لهم كل سنه مبلغ محترم. فخدوا جزء من هذا المبلغ او هذا المبلغ الاولي وراحوا دفعوه في قصه سداد الديون بتاع النادي. لما تشتغل، لما دماغك تشتغل، لما تفكر في مصلحتك، لما تفكر في نفسك، لما تفكر تصلح من اخطائك، هتنجح. لانه مش طول الوقت بفضل اتكلم على الاخرين هنا او هنا يعني، فبتبقى فيها مشكله. فالزمالك ده المختصر المفيد في موضوع سداد الديون.